ركب ألواح خشب قوية على الجوانب وعملوا فتحات مخصصة لمخارج الكهرباء، وبعدين بنوا جدار فاصل بنفس الأسلوب وثبتوا عليه دعامات أفقية، ودي اللي هتشيل باقي السراير اللي فوق. وفي الجدار الجديد ده ركبوا باب جرار عملي جدا، وكمان بيوفر خصوصية، ما بياخدش أي مساحة إضافية زي الأبواب العادية. والجدار اللي عملوه ده قسم الأتوبيس لمنطقتين، منطقة منهم مخصصة للحياة اليومية زي الطبخ، ومنطقة تانية مخصصة بالكامل للنوم والراحة. وتعالوا سوا نشوف ازاي هيقدروا يشغلوا الكهرباء من الشمس والبطاريات. بس في الأول عشان يضمنوا الراحة طول السنة جوا بيتهم المتنقل، ركبوا وحدة تكييف في سقف الأتوبيس، والتكييف ده هيخليهم قادرين إنهم يتحكموا في الجو جوه مهما كان درجة الحرارة بره. ودلوقتي بدأوا يشتغلوا على تشطيب سقف الأتوبيس نفسه، قصوا ألواح خشب بمقاسات محسوبة عشان تناسب انحناءات السقف، وثبتوا الألواح دي كويس جدا في الإطار المعدني بتاع السقف الخارجي. وكمان عملوا فتحات بالدريل عشان يركبوا فيها وحدات الإضاءة وفتحات التهوية اللي محتاجينها.